إذا كنتم من محبين الفليفلة فهالوصفة أكيد إلكن فيها كل ألوان الصيف، مناسبة جدا للمشاوي. طبق الحميص التقليدي الجزائري أكلة خفيفة وبتعقد. بتروحوا عند الخضرجي وبتجيبوا من عنده فليفلة حمراء وخضراء وبندورة وبتغسلون كتير منيح مع حار. بالأصل بتنشوى بتعطيها نكهة كتير رهيبة، وإذا ما فيكن حطوهم بالفرن. بعد ما تنشفوا الخضرة صفصفوهم وما تنسوا تحطوا معهم نص راس ثوم، وبعد الشوي مباشرة على التقشير، واوعكم تقشروهم تحت المي. حطوهم بكيس نايلون حوالي 10 دقايق منشان يسهل تقشيرهم. وبعد التقشير شيلوهم من البزر وفضوهم كتير منيح. وبالنسبة للتخريط يا اما على المكنة بس ما تخرطوا كتير ناعم، او على ايدكم خرطوهم شوي صغير. وبعد ما خلص التخريط زدت عليهم نص راس توم اللي كنت حاطته بالفرن، وبمقلاية حامية بتزيدوا زيت وبتحطوا عليهم الخليط وبتضيفوا عليهم ملح وفلفل اسود. الفكرة انه المي تبخر، ما تسوون كتير احسن ما ينطبخوا ويصيروا مثل الشكشوكة. يا ويلي هالاكل شو بتعجبني، حسيت حالي بجنينة عم بعمل مشاوي ومجموعة من العيلة. زدت عليها زيت زيتون وزيتون اسود واكلتها بالرخصاص اللي غرقت بهالطبق. ولأنه التغميس بيعجبني كمان بخبزنا فحطيت عليها شوية بطاطا مقلية كأني على الروشة بوجه البحر. وهلا قولوا لي حتشجعوا تسووها؟